نريد نحن والمشاهدين أن تضعنا في صورة كيفية استخراج الملح أو مراحل استخراج هذا الملح ووصوله إلى منازلنا. استخراج الملح للأكل. أيوة. ولا كيف يتم في الأكل. كيف يتم استخراجه من البحر. أيوة المراحل. من المرحلة الثانية من البحر إلى نعني نأكله في البطون في الخبز والدقيق. كيف تستخرجونه أنتم هنا في هذا المشروع؟ كيف تخرجونه من البحر؟ كيف يتم ذلك في تلك المنطقة عبر المضخات حسب ما حدثتنا قبل؟ من المضخة يجي. المرحلة الأولى كيف؟ المرحلة الأولى من أين؟ من المضخة إلى المرحلة الثانية. إلى أين بالضبط تكون المرحلة الثانية؟ إلى الثالثة. المرحلة الثانية ماذا يتم في المرحلة الثانية؟ الملح. ما الذي يتم في المرحلة الثانية؟ يعني أنتم تستخرجون الملح المياه البحر عبر المضخات إلى الأحواض. إلى الأحواض حق الملح. وبعد ما تستخرجونه بالمياه إلى الأحواض ماذا يتم؟ يتم في الأكل نشيل نبزه في البيت. طيب أنا أعلم أنكم تخرجونه حتى يتم في البحر، لكن الآن نرى أحواض. هذه الأحواض الآن ما مهمتها؟ مهمتها